يعني معي الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والباحث المتخصص في الشؤون العربية والدولية. أهلا يا دكتور. أهلا بك يا فندم. نستمع بداية إلى التقرير حول اجتماع وزراء الخارجية والمؤتمر وأبعاده. دكتور جمال، لاحظت معي أن السيد عمرو موسى يقول أن مرجعيتنا الأساسية هي مبادرة السلام العربية، ووزير الخارجية السعودي يتحدث عن المقررات الدولية كأساس. يبدو أنهم يتحدثان في عالم لا حقائق له ولا واقع له فيما سيحدث. المؤتمر في حد ذاته هو محاولة أمريكية إسرائيلية للهروب من الواقع. فبالتالي نحن السيد عمرو موسى أو وزير الخارجية السعودي يتحدث عن الفعل عن أطروحات جيدة، لكنها أطروحات تظل في الإطار النظري، وبالفعل اصطدمت كثيرا مع الرؤى الإسرائيلية، والعرب بالفعل جربوا كثيرا أن يطرحوا مثل هذه الأمور، لكنها لم تلقى أذانا صاغية من قبل إسرائيل. الحديث الآن نحن بصدد الحديث عن مؤتمر يتخذ صبغة دولية أو لقاء يتخذ صبغة دولية. أنت تحدثت عن 47 دولة، فبالفعل إذا كان ثمة حديث عن 47 دولة فلماذا لم تدعى الأمم المتحدة كطرف راعي؟ أو لماذا لم يكن هذا المؤتمر في إطار الأمم المتحدة؟ إذا كان هناك رغبة أمريكية أو رغبة إسرائيلية في إيجاد حل أو التوصل لحل ما، لا نقول عادل بالفعل، لأن الحلول العادلة يعني نحن نتحدث حينما نتحدث عن حل عادل نتحدث في واد آخر. نحن نتحدث عن حل يرضي الطرفين أو يعطي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية. فلماذا بالفعل لم يكن هذا في إطار الأمم المتحدة؟ نحن بصدد محاولة بالفعل لترحيل القضية الفلسطينية، لتمييع القضية الفلسطينية، محاولة أمريكية لتحقيق أجندة. البعض يتحدث عن هذا المؤتمر على أنه مجرد مؤتمر أو لقاء للعلاقات العامة. قد يكون هذا الظاهر، لكن هناك بالفعل هذا هو يعني قنبلة دخان تخفي وراءها مصالح ومزايا إسرائيلية ومزايا أمريكية سوف تتحقق من عقد هذا المؤتمر، وسوف تعود الأطراف العربية ولن تجني شيئا. القضية هذا شيء جيد إذا كانت الأطراف العربية سوف تعود كما ذهبت، لكن القضية أننا يعني نخشى ألا نعود وقد انتقصت الأرض من أطرافها تحت أقدامنا. هذا ما عهدناه مع كل مبادرة أو مع كل أطروحة تطرحها. هذا يدعوني بالفعل إلى أن أتذكر السادات في نوفمبر 19 نوفمبر 1977 عندما سافر القدس. نحن الآن في شهر نوفمبر أيضا 30 عاما مرت. حدثنا كثيرا عن المستقبل لعملية السلام، فإذا بنا في النقطة صفر. الآن كأننا نبدأ من جديد يا دكتور. أذكرك بقرارين آخرين. في نوفمبر سنة 17 صدر وعد بلفور، وفي نوفمبر سنة 47 بعد 30 سنة أصدرت الأمم المتحدة قرار التقسيم، عملية أكبر سرقة في التاريخ لأرض ومقدرات شعب. يعني هذا الشهر بالفعل يعني نحن كنا نتوجس خيفة من سبتمبر. الآن أصبحنا بالفعل كلما هذا بالفعل هذا الشهر النوفمبري يعني مرتبط بتحقيق مصالح ومزايا، ومن هنا الخوف من نوفمبر الحالي. يعني معنا سيد سفير حسام زكي المتحدث باسم وزير الخارجية. سيد سفير مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، مساء النور. في البداية مصر كانت مترددة في المشاركة في مؤتمر أنابولس. الآن مصر أصبحت طرف أساسي سيشارك وربما يدعم هذه المشاركة. لماذا التحول في الموقف المصري في تقديرك؟ والله هو ما تصفه بالتحول أنا ممكن أن أطلق عليه مسمى آخر، وهو مسمى الحذر في التعامل مع مثل هذه التجمعات أو المناسبات. كنا متحسبين في البداية لأنه لم تكن الصورة واضحة إطلاقا لدينا. كان هناك تأخر في الإعداد من الجهة الداعية، كان هناك عدم وضوح في الرؤية بالنسبة للمطلوب من هذا الاجتماع. قمنا بإجراء اتصالات كثيرة جدا مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الأوروبي باعتبارهم يعني داخلين في التحضير لهذه العملية، الجانب الأمريكي بشكل أساسي طبعا. والأمور تطورت ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى أن وصلنا إلى مرحلة وضح فيها أنه الاجتماع أو المؤتمر هو
سيكون بمثابة مناسبة لتدشين مفاوضات الوضع النهائي، وهي المفاوضات التي انتظرناها لفترة طويلة، وكان يجب أنها تبدأ منذ سنوات عديدة لكنها لم تبدأ لأسباب متعددة. فبالتالي جاء هذا يعني نسميه الانخراط المصري بشكل أكبر وأقوى في العملية، حتى لا يترك الجانب الفلسطيني طبعا وحده في مثل هذه المعتركات، ويحتاج دائما إلى دعم مصر باعتبارها يعني باعتبار دورها التاريخي وباعتبار نفوذها واتصالاتها الدولية ومكانتها في الإقليم. ولكن هل تعتقد سيادة السفير أن كل هذا الزخم ومصر في المقدمة منه هو فقط لمجرد تحريك المفاوضات؟ هل هذا مبرر كافي لمجرد تحريك المفاوضات؟ إسرائيل جمدت المفاوضات، وهناك قوانين واتفاقات ومشاريع قرارات وخطط طرحت مثل خارطة الطريق وغيرها، كانت إسرائيل هي السبب الأساسي. إسرائيل الآن تريد ثمنا في مقابل بدء المفاوضات فقط، والثمن هو أحد هذه الأثمان هو يهودية الدولة الإسرائيلية والتطبيع بالقطع. نعم، شوف أستاذ مصطفى، أنا يعني كل من يتحدث بوجهة النظر التي تفضلت بها أنا أحترمها تماما وأتفهم لماذا يقول هذا. هناك فجوة كبيرة من عدم الثقة ما بين إسرائيل والجانب العربي بعمومه والجانب الفلسطيني بخصوصه. هذه الفجوة لا يمكن أن تكسر أو تردم إلا من خلال يعني تجديد لعملية التفاوض وإجراءات لبناء الثقة ما بين الأطراف. إحنا موقفنا واضح في هذا الشأن. هناك مجموعة من الإجراءات التي ينبغي لإسرائيل أن. كان معنا السفير حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية، شكرا لك. كنا نتحدث عن شهر نوفمبر، شهر الكوارث منذ نوفمبر 1917 وأظن حتى نوفمبر حتى نوفمبر 2007. في نوفمبر 2007 انظر 17 47 77 2007. يبدو أن المسألة يبدو أن هناك المسألة ليست صدفة. ليست صدفة. ولذلك نتخوف من نوفمبر حالي. هل تشاركنا المخاوف يا دكتور؟ بالفعل يعني نحن مقدمون على المجهول. يعني أنا لا أقول بالفعل أننا ذاهبون إلى مؤتمر، يبدو أننا بالفعل نساق إلى مؤتمر ولسنا بالفعل يعني أصبحنا يعني لا نملك. إذا كنا معظم الأطراف العربية ومعظم الوفود العربية تدرك جيدا بالفعل أنها لن تجني شيئا من مثل هذا المؤتمر، ومع ذلك تذهب. محمود عباس تحدث اليوم وقال أننا فشلنا في وضع مذكرات أو بيان مشترك مع إسرائيل بشأن نقاط معينة، ومع ذلك بالفعل العرب ذاهبون. يعني أصبحنا بالفعل لا نملك حق الرفض أو سلطة الرفض أو حتى ما يسمى بطرف الممانعة. مجرد الممانعة أن نذهب إلى مثل هذا المؤتمر بالفعل يعني أصبحنا حتى بالفعل يعني سوريا تحدثت عن ضرورة إدراج ملف الجولان على الأجندة. جدول الأعمال. جدول الأعمال يعني أيضا ما قيمة الإدراج؟ يعني حسن سندرج هذا الجدول. إسرائيل لها شروط ولها لاءات بشأن التعامل مع الملف السوري، ولها شروط بشأن التعامل مع الملف الفلسطيني. ما الذي استجد في الموقف؟ ما هي الضغوط التي يمكن أن تمارس على الإسرائيليين سواء عربيا أو أمريكيا حتى تغير أو تلحلح من موقف؟ تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية حينما يعني أرادت أن تجد أو ترد على أسئلة الصحفيين أن تجد مخرجا ما هو قيمة هذا المؤتمر وما فائدته ولماذا هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات. قالت أنه لتدشين مفاوضات الوضع النهائي. وماذا بشأن الوضع ما قبل النهائي؟ هل بالفعل يعني صرنا في اتفاق أوسلو كما يجب أو كما ينبغي أو كما تحدث الاتفاق وأصبحت حال الشارع الفلسطيني بالفعل أم هناك حصار؟ يعني أحاديث كلها بالفعل يعني تطيح بنا إلى المجهول ولن تؤدي إلى شيء. دكتور جمال، الذين فشلوا في التوصل إلى إعلان مبادئ رغم جولات مفاوضات عديدة، هل يمكن بالفعل في النابلس أن يتوصلوا إلى مجرد إعلان اتفاق؟
يعني نحن نتحدث عن مؤتمر يجمع وفود 47 دولة، ومؤتمر سوف يعقد ليوم واحد، تقزمت المدة من 3 أيام كما كان، ثم نتحدث عن يوم واحد. إعلان مبادئ بشأن ماذا؟ بشأن هناك لاءات إسرائيلية الآن، كنا نتحدث عن لاءات عربية في زمن ما، الآن أصبحنا نتلقى اللاءات الإسرائيلية، كل يوم تزداد تلك اللاءات الإسرائيلية. لا حق للعودة، لا حدود 67، لا للقدس، لا لتفكيك المستوطنات. هذه ثوابت إسرائيلية. بالأمس القريب صدر من 3 أيام صدر قانون من الكنيسة الإسرائيلي بيمنع التنازل عن أي جزء من القدس. يعني كان هناك حديث من قبل أولمرت أننا هناك مناطق يسكنها المتطرفون ومناطق في القدس، يعني على تخوم القدس قد نعطي منها جزء إلى الفلسطينيين نضمها إلى الضفة الغربية في مقابل أن نلتقم مزيد من أراضي الضفة، ونقول أن هذه هي جزء من القدس فسوف يقوم عليها الفلسطينيين. صدر قانون من الكنيسة الإسرائيلي بمنع التنازل عن مثل هذه الأراضي. بالفعل يعني نحن لسنا بصدد، إسرائيل ليست بمعنية بالحديث مع الفلسطينيين. إذا كان يعني ما قيمة هذا المؤتمر بالنسبة لإسرائيل، أو ما معنى لماذا إسرائيل لم تحضر هذه المؤتمر للاجتماع مع الفلسطينيين، أو الوضع أسس. إسرائيل لا تعرف لغة التفاوض، هي تعرف الآن أو تتحدث بلغة الإملاءات. على الفلسطينيين أن يقبلوا هذا أو ذاك، لكن زمن التفاوض أتفاوض معك إذا كنت تملك أن تضغط علي. لا مقاومة فلسطينية سارية الآن، لا أوراق ضغط في ظل هذه الحالة من التشرذم العربي والتردي الحالة الفلسطينية، في ظل عدم وجود أو رأي عالمي ضاغط على إسرائيل. فبالفعل يعني ماذا نتوقع من مثل هذا المؤتمر؟ نتوقع بالفعل لا شيء. فيعني أظن أن مسألة إيجاد صيغة مشتركة أو مذكرة مشتركة هذه بالفعل يعني قضية ثانوية. أيضا إسرائيل ليست معنية بحضور سوريا، هي تريد سوريا فقط أن تحضر كشاهد لكي تكتمل الصورة أو لكي تتجمل الصورة، لكن الحديث في هذه الفترة الزمنية عن ملف الجولان أو كل هذه الأمور ليست عن إسرائيل. إسرائيل تذهب إلى المؤتمر وعينيها على قضيتين، قضية في الداخل وقضية في الخارج. القضية الداخلية هي إحداث مزيد من الانقسام، يعني إيهام المجتمع بأنها تعطي شرعية أو أنها تدعم صف محمود عباس. هذا ما يثير حنك حماس، وهذا بالفعل ما يعمق الخلاف الفلسطيني، وهذا بالفعل ما تريد إدارة بوش. والعين الأخرى على السمكة الخليجية، السعودية والإمارات بالفعل هي تريد بالفعل أن مجرد هذا المؤتمر في حد ذاته أو مجرد حضور هذه الأطراف هي فرصة ذهبية لإسرائيل. مكسب إسرائيل كانت تتمنى أن تجتمع تحت سقف واحد مع هذه الأطراف الخليجية، فجاءت لها هذه الفرصة. ويبدو بالفعل أن إدارة الرئيس الأمريكي بوش أرادت أن تسدي خدمة أخيرة من خدماتها قبل النزع الأخير من ولايتها إلى إسرائيل بمثل هذا المؤتمر. وإن كان هناك أهداف كثيرة جدا تراها الولايات المتحدة في مثل هذا المؤتمر، لكن هذا فيما يخص إسرائيل، لكن لأمريكا أهداف أخرى. نستمع دكتور، يبدو أن محمود عباس أبو مازن ليس لديه مانع في الموافقة على ما يسمى بيهودية الدولة الإسرائيلية، إعلان الدولة اليهودية. ومعنى إعلان الدولة اليهودية هو خطر كبير جدا فيما يتعلق بالتهجير، فيما يتعلق حتى بوضع العرب في القدس الشرقية وكل ذلك. كيف ترى صورة الوضع في حال الموافقة ومنح الكيان الصهيوني شرعية ما يسمى بالدولة اليهودية؟ الرئيس محمود عباس يبدو أنه هو المتحمس الوحيد أكثر من أولمرت وأكثر من بوش نفسه للذهاب لمثل هذا المؤتمر، ويتحدث عن جوانب إيجابية برغم من أنه تحدث عن فشله في الذهاب بالفعل. يعني إذا كان هذا المؤتمر هو مجرد تدشين لمرحلة من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهذا لا يحتاج إلى مؤتمر عالمي أو أممي مثل ما يحدث بالفعل. يعني لأن هناك حج دوري من الرئيس محمود عباس إلى القدس المحتلة والالتقاء بأولمرت، وهناك بالفعل تفاهمات أو إملاءات سميها كما تسميها. بالفعل لا يحتاج الأمر إلى مثل هذا المؤتمر.
القبول بمسألة يهودية الدولة بالفعل كما تحدث السيد أبو مرزوق، ويتحدث بالفعل عن إلغاء القرار 194 يهودية الدولة، بمعنى أن لا حق لعودة اللاجئين، لأن هذه الدولة سوف تكون مخصصة لليهود فقط، وهؤلاء اللاجئين الذين تطالب الفلسطينيين أو تضعهم أو الشارع الفلسطيني أو الشارع العربي ما زال هناك ثوابت حول عودة اللاجئين الفلسطينيين أو المهاجرين، هذا بالفعل سوف يتلاشى هذا الأمر، سوف يتبخر مع مسألة يهودية الدولة. هذا هو طرحها أو أكد عليها الرئيس جورج بوش في لقاء العقبة. مسألة أيضا يهودية الدولة بمعنى إجلاء العرب ما يسمون بعرب 48 أو حتى المقدسيين في القدس المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، في مقابل يتحدث أولمرت عن طرح إعطائهم جزء من صحراء النقب، والتي هي بالفعل يعني مناطق غير أهلة للسكان، لأن إسرائيل يعني متواجدة في هذه الأرض منذ عام 48 ولم تستطع بالفعل أن تعمر إلا القدر القليل من هذه الصحراء. هذه آراء بالفعل يعني يجب أن تؤخذ معنا بالقطع. المقاومة هدف لهذا المؤتمر أيضا، ولكن بلد مثل السعودية لماذا يذهب؟ وقد ظلت السعودية لفترة طويلة تقول لا لا، الآن السعودية ذاهبة إلى هناك. هناك بالفعل يعني مؤشرات بالفعل يعني تعكس لماذا تسلك السعودية هذا المسلك. السعودية طبعا السياسة السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز حتى الآن بدت متحفظة بشأن الانغماس بشكل مباشر في الصراع العربي الإسرائيلي، وكان يعني أظن رحمة الله عليه الملك فيصل بالفعل هو من أكثر الحكام السعوديين الذين بالفعل كان لهم دور في هذا المجال، دور يعني إيجابي في هذا المجال، ويعني نحسبه عند الله شهيد. مسألة السعودية لا تنسى أن هناك ضغوط كثيرة على السعودية. انظر منذ أكثر من 2 أو 3 سنوات كان هناك إدارة المحافظين الجدد، كان قبل أن تتساقط أوراق المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية كان هناك ضغوط كثيرة على السعودية. هناك يعد قانون يسمى بقانون محاسبة السعودية، هناك مؤسسة تتبع البنتاجون تسمى بمؤسسة راند طرحت مشروعا لتقسيم السعودية، حتى وإن كان هذا من قبيل التخويف ومن قبيل الترهيب. مسألة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير والواسع والموسع والخطط التي طرحها بوش لما أسماه بالإصلاح في الشرق الأوسط والديمقراطية، كل هذه بالفعل دفعت السعودية إلى اتخاذ موقف آخر، موقف مغاير. انظر إلى حضور، كان هناك حديث عن تهميش دور المرأة في السعودية في نفس الشهر أو في نفس الفترة التي تحدثت الولايات المتحدة وسائل عن تمكين المرأة في السعودية وعن قيادة السيارة كله. رأينا الملك عبد الله يذهب إلى مؤتمر القمة العربي وفي الوفد السعودي امرأة موجودة بالفعل. يعني هذا كان يعني هذا بالفعل محاولة استباقية للالتفاف. وجدنا تفاهم وحديث يأخذه توماس فريدمان اللي هو هذا الصحفي المتصاهيين مع الملك عبد الله، ويتحدث الملك عبد الله بعد ذلك عن المبادرة وحينما كان الأمير عبد الله طرح المبادرة. كل هذه الأمور بالفعل يعني كانت مسار يعني تعكس ليس قناعة سعودية بقدر إذن هي استجابة محاولة للتكيف وإعادة الهيكلة مع تلك الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية أو تمارسها عصبة المحافظين الجدد على المملكة السعودية. استجابة لأجندة أمريكية. نعم. يعني إذن نحن نمضي إلى المجهول، وحتى ذهبنا إلى المجهول لن نقول أننا سنعود يعني كما ذهبنا. نعم. لكن بالفعل واضح أن هناك أجندة كبيرة. نعم. وهامة جدا، والكاسب والرابح الأساسي فيها هو إسرائيل. عندما نتحدث عن وهم الدولة الفلسطينية، نعم. إسرائيل تروج مسألة نحن حقيقي، وجورج بوش يقول أننا يعني سيكون هناك دولة إلى جانب إسرائيل هي الدولة الفلسطينية الوليدة. تصورك لهذه الدولة التي يبشروننا بها يا دكتور؟ مسألة قيام دولة فلسطينية هذه ليست مشكلة حتى بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. الرئيس بوش يتحدث عن دولة قابلة للحياة. انظر إلى هذه المصطلحات الماكرة والخادعة، دولة قابلة للحياة، دولة هناك تواصل يعني أنفاق. إسرائيل نفسها تتمنى قيام دولة فلسطينية، لكن بأي شروط؟ يعني حينما كنا نتحدث عن اتفاق
بين رابين، وحينما رفض الرئيس ياسر عرفات أن يوقع على معظم هذه التنازلات، إسرائيل كانت في هذه الوقت تتسول الخلاص من غزة، لأن غزة بالفعل هاجس كبير. وبالفعل يعني باستطاع شارون بخطته الماكرة الانسحاب من غزة، تطويق غزة من الخارج، بالفعل يعني رفع كثير أو خفف الضغوط كثيرا عن الكيان الصهيوني بهذه المحاصرة. لكن يعني نعود ونقول أن قيام دولة فلسطينية ليست معضلة بالنسبة لإسرائيل وليست معضلة بالنسبة للولايات المتحدة. والولايات المتحدة وإسرائيل تريدان بالفعل أن تقيم هذه، لكن بأي شروط؟ شروط دولة متقطعة الأوصال، عبارة عن كانتونات تحاصرها المستوطنات من كل جانب، لا يوجد تواصل جغرافي، دولة تزرع فتائل الفتنة بين شقيها غزة والضفة، مسألة وجود نفق يربط بين هذه، كل هذه بالفعل دولة ليست لها حدود بحرية وليست لها مجال جوي إلا بأمر إسرائيلي. كل هذه الأمور بالفعل هي ما تريد إسرائيل، لا وجود لعودة اللاجئين حتى إلى هذه الدويلة، لأن لا يوجد بالفعل مكان أو متسع ليسمح بعودة 4 مليون لاجئ من لبنان وسوريا. فبالفعل هذه هي سوف تكون هذه الدولة أو الدويلة الافتراضية دولة بالفعل سوف يكون هناك شريان يرتبط بهذا الكيان الصهيوني، لا نقول شريان يمتص الفائدة من هذا الكيان العنصري، لكن بالفعل سوف يكون هناك شريان عكسي، بمعنى أن إسرائيل سوف تستفيد من الاقتصاد الفلسطيني ولن يحدث العكس. فهذه هي الدولة التي تريدها إسرائيل وتريدها الولايات المتحدة وتبشر بها. وبالفعل إذا كان ثمة حديث عن قبول بهذه الدولة فلتكن من اليوم، يعني لا مانع لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة لن تكون لها مقاومة بقبول هذه الدولة. نستمع إلى رأي الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين في مؤتمر النابلس. لماذا هذا الضعف الذي نعيشه؟ لماذا هذه السيطرة والهيمنة الأمريكية يا دكتور؟ طبعا لن نحمل الطرف الخارجي كل مشاكلنا بالفعل، يعني نحن بالفعل ولسنا من قبيل عملية الجلد الذات، لكن بالفعل نحن تهاونا كثيرا، تأخرنا في كثير من المجالات بالفعل. يعني هذا يبدأ من الأسرة بالفعل، حينما يتهاون الأب أو تتهاون الأم مع أولادها في مسائل أخلاقية أو في مسائل بالفعل. يعني نحن نتحدث الآن والبعض يتحدث في حديث بلكنة أجنبية أو نتباهى بإعوجاج الألسنة وانحصار الملابس. كل هذه الأمور بالفعل يعني هي بالفعل هي نوع من ما نسميه بثقافة الهزيمة بالفعل. يعني مقدمات أي نصر هي مقدمات نفسية، ومقدمات أي هزيمة هي مقدمات نفسية. صحيح. بالفعل يعني للأسف بالفعل العرب يعيشون بالفعل هزيمة بدون أن يكون هزيمة. حينما حدثت أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة بالفعل أصبحنا يعني وكأن على رؤوسنا بطحات. يعني بالفعل يعني أصبحنا نقدم للولايات المتحدة مزيد من التنازلات، وبالفعل وأصبحنا في حالة من الفزع والهلع، ولا ذنب بالفعل إلا يعني نفر ممن يحسبون على العرب أو المسلمين هم الذين قاموا بهذه. فبالفعل يعني هذه مسألة بالفعل يعني نتحمل نحن الجزء الكبير منها بالفعل. يعني مسألة انعدام الوازع الديني أو الوازع الخلقي، هذه بالفعل هي الأساس. يبدو طبعا أن هناك حالة قلق شديد لدى الرأي العام واستياء ومعرفة بالنتائج مسبقا من خلال خبرتنا بالتجارب مع المعطيات الحالية لا تبشر مع هذا العدو. نحن الآن في مرحلة ضعف ضخمة وأعتقد كبيرة، وأعتقد أنه في أطراف أخرى أيضا ضعيفة لجواردنا. رئيس جورج بوش في أضعف حلقاته، أولمرت أيضا تلاحقه تهم الفساد، محمود عباس أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطيني بأسره. نحن نرى الواقع على الساحة الفلسطينية. إذن لماذا نذهب؟ هل هي مجاملة للرئيس جورج بوش في نهاياته ومحاولة لإنقاذ شعبيته، أم تدعيما للأهداف الإسرائيلية الجديدة في فلسطين وفي المنطقة؟ أنا أتفق معك تماما. بالفعل يبدو أننا ذاهبون إلى لقاء الضعفاء بالفعل. العرب في أضعف حالتهم
الإدارة الأمريكية في أضعف حالاتها لا تستطيع أن تدبر نفقات الحرب، لأن الكونجرس الأمريكي يقف لها بالمرصاد. رفض أكثر من مرة تمويل نفقات الحرب إلا بوضع جدول زمني في العراق. الإدارة الأمريكية ضعيفة في التعامل مع إيران، فشلت الإدارة الأمريكية فشل ذريع في التعامل مع إيران. الإدارة الأمريكية ضعيفة في تعاملها مع أفغانستان. أيضا الرئيس محمود عباس رئيس ضعيف بالفعل، هو في حالات كثيرة لا نريد أن نعدد حالات ضعفه. أولمرت كما ذكرت أنت أيضا هو ضعيف ومهدد بحل الحكومة طبقا لمجريات ما يسمى بلجنة فينوغرادا التي تتحدث عن حزب وتداعيات الحرب التي شنها على حزب الله ويعني والهزيمة التي تحقق. كل هذه الأمور بالفعل يعني نحن كما قلنا نذهب إلى هذا اللقاء بأعين مغمضة، لا نريد بالفعل. إذا كان ثمة حديث عن ذهاب إلى فشل، الكل يتحدث عن فشل، لا يوجد طرف يتحدث عن جوانب إيجابية باستثناء محمود عباس. لكن إذا كان لابد من الذهاب ونحن أو من الانسياق إلى هذا الفشل، فلنذهب إلى الفشل وأعيننا مفتوحة حتى نعود كما جئنا. وبالفعل هذا الحديث. الولايات المتحدة لها أهداف كثيرة جدا من مثل هذا المؤتمر، وخاصة لا نقول للولايات المتحدة نختص إدارة الرئيس بوش تغطية على هذا الفشل. يعني يريد أن يخرج أو يضع نهاية صورة براقة لفترة حكمه بدلا من هذه الصورة القاتمة أو هذه الصورة السوداوية التي بالفعل باتت فيها الإدارة الأمريكية. يريد أن يدعم الجمهوريين في مواجهة الديمقراطيين بالفعل. أننا بالفعل لم نفشل، ما زال هناك نجاح نحققه. يريد بالفعل أن يلمع أو أن يغير هذه الصورة القاتمة أو الصورة حالة الكراهية بالفعل التي يعني تسبب فيها الرئيس بوش بالفعل. الولايات المتحدة بالفعل باتت يعني لدى العرب والمسلمين هي العدو الأول وليس إسرائيل. هناك حالة من الكراهية. يريد أن يلمع الإدارة الأمريكية أو يلمع إدارتها أو يلمع الصورة الأمريكية بأقل التكلفة. لن يكلفه شيء إلا مجرد استضافة ومجرد أكلات سوف يقدمها للأفراد، وبدون ذلك ولن تدفع الإدارة الأمريكية شيء. مجرد حديث أو بيان ختامي أو مجرد خطاب من الرئيس بوش بالفعل. ويعني هذا بالفعل ما ستتحمله الولايات المتحدة. لكن كلفة حقيقية تتمثل في ضغوط حقيقية على إسرائيل هذا لن يحصل. إسرائيل أيضا لديها يعني أهداف كثيرة، أجندة أخرى. لكن يا دكتور يعني إحنا رايحين، ويمكن محمود عباس أبو مازن تحدث في البداية على أنه لن يذهب إلى أنابولس إلا إذا كان هناك جدول زمني متفق عليه. وتحدثت السعودية مثل هذا الحديث، وتحدثت مصر مثل هذا الحديث. لماذا ننقاد؟ بالفعل يعني أنا كما قلت نحن لا نملك طرف الممانعة، فما بالك بالرفض. يعني مجرد الممانعة. إسرائيل بالفعل تريد هذه الوفود لتكتمل. يعني نتحدث عن 47 وفد. يعني ما شأن مولدوفيا ولا أذربيجان ولا كل هذه الدول بحضور هذا المؤتمر بالفعل إذا كنا نتحدث. نحن بالفعل يعني لا نستطيع بالفعل أن نرفض هذه الدعوة الأمريكية. وأنا أظن بالفعل أن كان هناك حديث، كان هناك في بعض في زمن ما كان هناك دعوة من قطر أو مؤتمر الدوحة لحضور مؤتمر اقتصادي، ومصر رفضت الحضور. وكان هناك يعني توتر في العلاقات المصرية الأمريكية. إذا بعض الدول العربية قالت يعني إذا كان هذا هو مجرد فقط أن نذهب ثم نلتقط الصور تلتقط إسرائيل، يعني مجرد التقاط أولمرت لصور مع الخليجيين، هذا بالفعل سوف يدعم موقفه داخل إسرائيل. فما بالك أيضا هناك يعني الولايات المتحدة كما قلنا تريد بالفعل أن تكون هذه الدول يعني من ضمن الأهداف بالفعل غير مسألة الفشل أن تكون هذه يعني تجمع إسرائيل مع ما يسمى بحلف المعتدلين العرب يعني في إطار مواجهة محتملة. يعني هل وصل بنا الحال أن كل هدفنا يتجسد في الحصول على وعد بموعد زمني للمفاوضات تنتهي وطرح في هذا الشأن 6 أشهر وقيل 8 أشهر وترفض إسرائيل، ويخرج أولمرت أمام الكنيست أمام لجنة علاقات خارجية في الكنيست ويقول إنه حتى إذا ما تم توصل الاتفاق
فأمامنا من 20 إلى 30 عاما لتطبيق هذا الاتفاق. نعم، تكون إسرائيل التقمت كل الأراضي الفلسطينية. نعم. بالفعل هذا هو استخفاف بعقول جديرة بأن يستخف بها. يعني لا نقول بالفعل يعني أنت تعلم هذا، وأنت تعلم أن هذا المؤتمر لن يفضي إلى شيء، وبالفعل وأن الذهاب إلى المؤتمر لن تعود كما جئت، بالفعل سوف تعود مكبلا بقيود التطبيع سواء شئت أم أبيت. الولايات المتحدة بالفعل يعني ترى في هذا المؤتمر فرصة في توفيق مجموعة من الرؤوس في الحرم. هذا بالفعل ما كان توفيق الرؤوس في الحرم. بالفعل، وهذا ما كان أولمرت هذه هي العبارة المناسبة. نعم بالفعل أولمرت كان يتمنى أن يجتمع تحت سقف واحد مع هذه الرؤوس. نعم. بالفعل يعني هناك كتلة ما يريد أولمرت بالفعل. يعني هذا لا يعنيه التعامل مع فلسطين، لأنه شبه يومي في لقاء مع الفلسطينيين مع الرئيس عباس. لا يعنيه التعامل مع مصر أو مع سوريا. هو بالفعل هو عينه على هذا، وهذا بالفعل يبدو أن بوش أراد أن يسدي خدمة. المؤتمر في حد ذاته هو آخر عملية تخريبية تقوم بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. نعم. أستطيع أن أقول لك بعد أن خربت العراق وخربت أفغانستان، بالفعل هذا المؤتمر هو بالفعل سوف يعمق الخلافات الفلسطينية. سوف بالفعل يعني سواء نجح المؤتمر أو فشل المؤتمر، بالفعل هذا يعني محاولة لتعميق الخلاف مع فتح وحماس. نعم. أنت بالفعل تدعم حماس، بتدعم فتح في مقابل يعني نزع محاصرة، يعني في حالة من الحصار. نعم. لحماس. يعني هو فيلم عربي بايخ. نعم. ان احنا بالفعل رايحين نقدم للامريكان وللاسرائيليين اذا كان هناك شيء ما زلنا نمتلكه. احنا قدمنا كل شيء الحقيقة لهم ولم نحصل على شيء حقيقي حتى الآن. السؤال: هل يمكن أن يكون هذا المؤتمر غطاء لتوجيه ضربة إلى إيران أو إلى سوريا؟ في الوقت الحالي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تواجه هذه إدارة ضعيفة، لن تستطيع أن تواجه. قد يكون هذا هناك مرحلتين لتوجيه الضربة. مرحلة الآن الولايات المتحدة تجهز في إطار المرحلة الأولى، قد تستغرق عام أو عامين. مسألة حصار اقتصادي أو حصار اقتصادي ودبلوماسي وعقوبات فعالة على إيران، ثم بعد ذلك تهيأ أو تستطيع أن تقدم الذريعة لتوجيه ضربة عسكرية. لا تستطيع الإدارة الأمريكية الحالية بضعفها توجيه مثل هذه الضربة، حتى وإن كانت البوارج الأمريكية تحاصر إيران. هذا محاولة الاستنزاف اللوجستي لإيران فقط. لكن توجيه ضربة يجب أن نستقرئ طبيعة اتخاذ القرار الأمريكي. هذا لا يوجد تفويض بتوجيه أو بعمل عسكري. في العراق كان الأمر مختلف، كان هناك تفويض من الكونغرس بعمل في إطار ما يسمى قانون تحرير العراق، وبعد ذلك هناك اتخذ قرار من الكونغرس بتوجيه ضربة. هذا على العلن، ليس شيء خافي. إيران الوضع لا تستطيع إدارة بوش الحصول على أغلبية في الكونغرس. مسألة أيضا بالفعل هي تحاول بالفعل أن تجمع ما تسميه بحلف المعتدلين مع إسرائيل، توطئة للمرحلة الثانية. قد تكون هناك إدارة أخرى، سواء كانت إدارة جمهورية أو إدارة ديمقراطية، تستطيع أن توجه أو تتعامل مع إيران. هذه الإدارة أظن أنه علينا أن نعيد النظر في كلمة أو في مصطلح المعتدلين. دكتور جمال، تأثير هذا المؤتمر على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وخصوصا نحن شايفين أن حماس يعني هناك تعمد لعزلها وعزل حركات المقاومة، والكلام اللي بيقال أن الفلسطينيين أضاعوا الفرص وأضاعوا فرصة مينا هاوس قبل ذلك. نعم طبعا، يعني من الثمار او يعني هذه ان كنا نتحدث عن ثمار لهذا المؤتمر، هذا اللقاء اللي يسمى بلقاء الخريف، يعني لا نرجو منه لا ثمار ولا ازهار، نحن نتحدث عن خريف يعني. لكن اذا كنا نتحدث عن ثمار هي اشبه بثمار بالعلقم او بالحصر، نقول ان من هذه الثمار التي سوف يجنيها العرب من هذا المؤتمر هو هذا مزيد من التمزق داخل الصف الفلسطيني، سواء نجح أو فشل هذا المؤتمر. وهذا بالفعل يعني ما يرجوه أولمرت. يعني إذا كنا نتحدث عن مزايا أمريكية، هذه المزايا لن تتحقق. مزايا أمريكية، مسألة مينا هاوس. أنا أريد بالفعل أن أتحدث بحديث يعني هذا للكل يسمعه. هناك فرية على الشعب الفلسطيني أنه أضاع فرصة، وهذه بالفعل كثير من المثقفون يتحدثون وكثير من الإعلام، ويعني أندهش جدا من هذه الأحاديث التي تسطح الأمور.
أن الفلسطينيين أضاعوا فرصة لأنهم رفضوا، كان رفع العلم الفلسطيني والعلم ورفضوا الذهاب. ما هذا الاستخفاف بالعقول؟ هل إسرائيل يعني سوف تتنازل مجرد رفع العلم الفلسطيني لحضور هذا المؤتمر؟ لو حضر الفلسطينيين ما حصلوا على شيء، ما حصل كامب ديفيد ولا حصل، وكنا سنظل. كان يا دكتور يعني المطلوب هو مصر فقط. بالفعل. أعزائي المشاهدين، انتظروا يوم الثلاثاء، لن يكون في الأمر جديدا، ربما يصدر بيان. أنا أظن أنه لن يكون بيان مشترك، كل فرد سيقول بيان خاص به، أو أن تأتي آنسة كوندوليزا رايس تقدم برنامج رئاسي يتضمن آراء الحاضرين، برنامج سيؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية والتسوية العادلة والأرض مقابل السلام. هذا الكلام الذي تعودنا عليه والذي نستمع إليه في كل مناسبة، ولكن على أرض الواقع الشعب الفلسطيني يموت، غزة محاصرة، الجوع يسري في البيوت، الكهرباء مقطوعة، الوقود مقطوع، المؤامرة كبيرة. مندوب محمود عباس أبو مازن يتهم حماس بأنها منظمة خارجة على القانون، أي أنها منظمة إرهابية. الشعب الفلسطيني محاصر في كل البلدان العربية، الجولان لا تزال محتلة، لبنان مهددة، مصر مهددة، جنودنا بين الحين والآخر تطلق عليهم رصاصات من قبل العدو الصهيوني. وفي النهاية نذهب سويا لمزيد من التطبيع، ولمزيد من قبول الأمر الواقع، ولمزيد من التنازلات والاستسلام. ولكن بالقطع نحن لا نفقد الأمل، لأن حركة المقاومة لن تسمح إن لم يكن اليوم فغدا باستمرار هذه المؤامرة. كما قال جمال عبد الناصر ورددها من ورائه السيد حسن نصر الله: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. تصبحوا على خير.